فاكرين مسلسل الأسطورة؟ أنا البلد رفاعي. هو الأهلي هو الأهلي قال أنا البلد رفاعي. أنا البلد يا زمالك، أنا البلد يا بيراميدز. في خبر نازل دلوقتي بإعادة مباراة الأهلي والزمالك بحكام أجانب، وتم تأجيل المباراة لحين تحديده. هبقى أنزل لكم الخبر كمان شوية، هنزل لكم البوست ده. كل بقى اللي كان حابب بقى يعرف قصة الأهلي وقصة الزمالك والقصة اللي حصلت بالظبط بقى، والقصة الحزينة اللي بقالنا كام يوم شغالين فيها ديت، وقصة المظلومية اللي بقالنا قرن عمالين نسمعها من الزمالك. لكل ده الأهلي كشفه في الكام ساعة أو كام يوم اللي حصل الماتش الأيام اللي فاتت ديت. بص يا باشا، صلي على النبي، قول عليه الصلاة والسلام. وقبل ما تسمع أي حاجة كده، أخوك اللايك كده مش هيتعبك في حاجة والله. نقول احنا قاعدين لجنة الاتحاد الكوري، يعني اللجنة بتوع الأندية، رابطة الأندية قاعدة بتتسحر، وهوب قال لك هنعمل إيه بقى؟ إيه الجدول؟ الفجر نصحى من النوم الصبح الفجر، نلاقي منزلين خبر ان الاهلي هيقابل الزمالك، بيراميدز هيقابل الاهلي، ماتشات ورا بعضها اللي هم 9 فرق. هوب يوم الاهلي بعت كام جواب: يا جماعه احنا عاوزين الماتشات بتاعتنا، ما اعترضناش على التقسيم، ما فيش مشكله عندنا خالص، عاوزين نلعب ماتشات اجانب. يوم الاتحاد، يوم اللي رابطه الانديه رد عليه وماله، وبعد الاتحاد الكوره خلاص الماتش هيتلعب حكام اجانب. يجي قبل الماتش ب 20 ساعه ويقول لك لا، نعلن الحكم محمد بسيوني. هو فاكرين محمد بسيوني طبعا بتاع ماتش اللي هو الولد اللي عمله بايده ده واتحسبت جون دي، بتاع الزمالك ده، ان هو اللي يدير المباراه. وقبلها بيومين، قبل المباراه بيومين، يطلع الكابتن حسام ميدو في مؤتمر يقول لك الاهلي مظلوم طول عمره، الزمالك قصدي، من مؤاخذه، الزمالك مظلوم طول عمره. مظلوم ليه يا عم؟ قال لك الحكام ومش الحكام والحكام المصريين والقضايا التحكيميه، ده كابتن حسام ميدو. طب يا عم، يعني انتوا عاملين مظلومية والحكام هم اللي ظالمينك والحكام هم اللي، طب يا عم تمام. طب الاهلي عاوز حكام اجانب لبقية الدوري عشان يبقى في عدل، اهو زي ما انت قلت. كابتن جوهر الله يرحمه قال لو في حكام، لو في عدالة في الحكام، لو هننافس على مركز التاني مفيش مشكلة. ونيجي يوم ماتش الاهلي والزمالك، والزمالك خلاص عرفت ان الحكم هيبقى مصري ويوافقوا. ايه يا عم، ده انتوا لسه عاملين مؤتمر؟ لا لا لا، احنا مع الحكام المصريين. يا عم ده الاهلي، خليك مع الاهلي وبتاع، عشان غلطات الحكام، عشان في عداله، نجيب حكام من بره مالناش دعوه بيهم. لا 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 لا، انا مع حكام بلدي. طب يا عم ماشي، وانا صاحب الماتش، وانا اللي اقول عاوز حكام مصريين ولا حكام اجانب. ماشي يا عم تمام، الكلام ده زي الفل. يوم الاهلي بقى ايه؟ ما راحش الماتش، واما عامل تهديد خلاص إن هينسحب من مباراه القمه ومن الدوري لو الماتش ما اتلعبش بحكام اجانب. بعدوا جابوا حكام من السعوديه، قال لك هيتاجل 24 ساعه، الزمالك رفض. طب يا عم انت المظلوميه بتاعتك راحت فين يا اداره الزمالك؟ كلام بقى جمهور الزمالك اهوت من اداره الزمالك اللي بتدعي المظلوميه من الحكام بقالهم اكتر من قرن، يعني وبيورثوه، يعني اجيال بتسلم اجيال: احنا مظلومين احنا مظلومين احنا مظلومين احنا مظلومين. دلوقتي الحكام المصريين بقى حلوين. يوم ايه يا اخويا؟ يجي النهارده ينزل قرار، لسه نازل من شويه، يقول لك اعاده المباراه. يا رب القرار ده يكون حقيقي، ده انا هقعد اضحك ضحك. محدش يعرف يلوي دراع الاهلي. وسبحان الله، دول في الخليج والسعوديه عاوزين الاهلي يلعب عندهم في الدوري. ليه؟ عارفين قيمه الاهلي، عشان الاهلي لو لعب في الدوري، الاهلي لو لعب في الدوري السعودي او الاماراتي، عارفين كميه الفلوس اللي الاهلي هيدخلها من اسمه بس، من كميه الناس المشجعين ومن الاعلانات اللي هتنزله من الرعاة اللي هتنزله. هو ده قيمه الاهلي. فخلاص هنستنى الماتش اللي هيتعاد وهنتفرج عليه. وبقى ايه بقى الزمالك ان شاء الله بقى كده ايه، لو ما جاش، لو الزمالك ما جاش الماتش، هناخد احنا ال3 نقط بتوعنا منهم، هم هيتخصم منهم 6 نقط.
والماتش هيتحسب لنا احنا 2-0 مش 3-0، معرفش جابوا اللائحة دي منين. نقول يا مسهل. سلام.